العربية اللي معانا النهاردة هي أحلى وأجمل عربية من بي ام دبليو من وجهة نظري. عادة براندات العربيات بيبقى عندهم عربية هي بتاعت فرض العضلات واللي بيقعدوا يتمنظروا بيها على البراندات التانية. من وجهة نظري بي ام دبليو بتعمل الكلام ده جدا بالعربية الاكس 6. فأنت بتحب مرسيدس، بتحب بي ام دبليو، وما تقنعنيش إن العربية ديت لو عدت من جنبك مش هتبص وتقعد تتغزل في العربية. فالنهارده هنعمل ريفيو للعربية ديت. أنا محمد سامي وأنتوا في ريف لاين. النهارده هنريفيو الاكس 6 ام 60 اي 2024. وكالعاده هنبدا بالبرفورمانس، ويعني نمسك الخشب ونمسك الحديد ونمسك كل حاجه. العربيه ديت بتبقى 8 سلندر في 8 توين توربو، 530 هورس باور و750 نيوتن متر من العزم. كل الكلام ده متوصل على جير بوكس زد اف 8 سرعات اوتوماتيك، خلي العربيه ده توصل من 0 ل 100 في حوالي 4 ثواني ونص، وده رقم جنوني بالنسبه للاس يو في بالحجم وبالوزن ده. وطبعا العربيه ده دفع رباعي، معناها ان هي اكس درايف. ونتكلم على الفرونت بروفايل بتاع العربيه، وهو من احلى واجمل الفرونت بروفايلز. زي ما اتكلمنا في فيديو الاكس 1 ان فعلا دي من احلى الفوانيس اللي انا شفتها، يعني من غير مبالغه في حياتي في حوار العربيات. الفوانيس الجديده بتاعت بي ام دبليو والرننج داي لايت بتاعتها والاشارات وكل الحاجات ده بيبقى شكلها تحفه. طبعا بي ام دبليو ليد تكنولوجي متقدم جدا، والانوار ادابتيف، معناها ان هي بتقدر تكيف وضعها بناء على العربيات اللي جايه في وشك بحيث ان هي ما تبقاش مزعجه. تاني تفصيله معانا وهو الجريل. بي ام دبليو لما بتبقى منزله عربيه وكل حاجه فيها بلاك داوت او بتبقى ام باكج، فكل حاجه بتبقى باللون الاسود، ما بين مزيج ما بين الاسود والاسود اللامع، العربيه بتبقى في حته تانية. طبعا الكيدني جريل المشهوره بتاعت بي ام دبليو وباللون الاسود شكلها تحفه وكبيره وعملاقه. عندنا برضو شويه اير انتيك موجودين من تحت ومن الجناب عشان الفرامل وعشان الرادياتير بتاع العربيه. عندنا اللوجو بتاع ام، طبعا العربيه ام 60 فطبيعي هتبقى نازله بالام باكج وكل حاجه فيها ام. ولو بصينا على الفرونت ليب او الحته الاخيره اللي بتبقى موجوده في الرفرف، الحته ديت معموله باللون الجلوس بلاك، شكلها تحفه. وعندنا جلوس بلاك موجود في كل حته في العربيه. الاكسدام شكله من قدام مرعب، والعربيه محطوط لها بروتكشن مود فمخلي لونها مع الجلوس بلاك في حته تانية جدا. يعني ندخل على السايد بروفايل، وكالعاده التفصيله الاولانيه هو التضليعات اللي موجوده في الكبوت، شكلها لذيذ جدا وتقدر تشوفها من الجنب اكتر واكتر. عندنا بي ام دبليو ليد زي ما اتكلمنا، التكنولوجي اللي مستعملينها في الفوانيس. وزي ما احنا شايفين الجونت العملاق ال21، وطبعا مرشوش كله اسود، الجونت ستوك بس يعني معمول كله بلاك داوت فشكله شيك جدا. عندنا الكاليبرز الام عشان العربيه ده ام 60، فكاليبرز طبعا رياضيه جدا وفرامل مهوله عشان توقف الام 60. وعندنا الام 60 مكتوبه هنا. العربيه من الجنب بصراحه في خطوط حاده مفيش اكتر منها. ودلوقتي هنيجي للوحه الفنيه، ودي احلى واجمل واعظم سحبه كوب لعربيه اس يو في انا شفتها في حياتي. وبقيت احس ان من اول لما الاكس 6 نزلت كل البراندات بقت بتحاول تقلدها، اذا كانت العربيه صغيره او كبيره، في نفس سحبه الكوب ديت. سحبه الكوب بصراحه شكلها خرافيه، العربيه ما تحسهاش اس يو في اطلاقا يعني. وكمان تفصيلتين ان طبعا العربيه ده دخول ذكي او سمارت انتري، بانك انت بتقدر تدخل من غير ما تستعمل المفتاح، والبيبان بتاعت العربيه ده شفط فبتقفل الباب وبيتشفط. طبعا دي تكنولوجي في العربيات اللوكجري بس بنشوفها اكتر. والمرايات طبعا بتتضم مجرد ما بتقفل العربيه زي ما احنا شايفين. ولو بصينا على كميه الجلوس بلاك اللي هم مستعملينه في العربيه، عندك المرايات جلوس بلاك، عندك الفريم او النواكل اللي حوالين الشباك لون الجلوس بلاك، نفس الكلام القوايم. كنت احب قوي لو كان العتب برضو باللون الجلوس بلاك، ولكنه شكله مقبول جدا ونفس اللون بتاع البادي بتاع العربيه. طبعا الجلوس بلاك مكمل معانا، هنتكلم عليه اكتر ورا، يمكن باين من هنا اكتر واكتر. فالعربيه من السايد بروفايل ولا غلطه، واحلى بروفايل في العربيه. دلوقتي البروفايل الخلفي الخرافي. العربيه من ورا بصراحه لما ببص عليها بتفكرني قوي بترانسفورمرز، بحس ان العربيه هتقلب انسان آلي at some point. يعني عندنا اول حاجه التيل لايتس او الفوانيس الخلفيه اتطورت من بي ام دبليو. بي ام دبليو في الفوانيس بصراحه راحت في حته تانية، بقى لها 4-5 سنين كل الموديلات بالفيس ليفتس اللي بينزلوها فوانيسها بتبقى في حته تانية. وتاني تفصيله ودي جايه بسبب سحبه الكوب اللي احنا قلنا عليها، الازاز اللي ورا زي ما احنا شايفين عملاق ازاي، عامل شبه شنطه عربيه السايبر تراك، نفس الميل الغريب اللي موجود ده. فالازاز طبعا تنتد ورا، وموجود في الكراسي الكنبه اللي ورا الازاز تنتد برضه. لو قلنا العربيه ديت فيها مشكله نوعا ما، هو هيبقى الازاز اللي ورا الفيو بسبب سحبه الكوب بيبقى صعب جدا، بتبقى شايف بس نص العربيات اللي وراك
انا حتى وانا بجرب اسوقها ما ببقاش شايف اللي ورايا بيقلب لي نور ولا لا، بضطر ابص في المرايات وما بستعملش المرايه اللي في النص. وطبعا عندنا سايد فنتس معموله بلون جلوس بلاك شكله تحفه، ولوجو بي ام دبليو. العربيه معمول لها دي بادج معناه ان هي متشال من عليها البادجات، ولكن كنا هنلاقي مكتوب اكس 6 ام 6 تي اي كعاده كل العربيات البي ام دبليو. وعندنا الفريم بتاع الاكزوست او الشكمانات. العربيه ديت فيها 4 شكمانات كواد اكزوست عشان الفي 8 اللي احنا اتكلمنا عليه يتنفس. طبعا شكلهم خرافي، نفس الاكزوست ونفس السيستم بنفس كل حاجه اللي موجوده في الاكس 7 ام 50 اللي احنا عملنا عليها ريفيو. فشكل العربيه من ورا ولا غلطه بصراحه. وعند طبعا ديفيوزر، العربيه رياضيه فموجود ديفيوزر عشان الجي فورس وضغط الهواء والايروداينامكس وكل الحاجات الجميله ده. وعندنا سبويلر خفيف معمول باللون الجلوس بلاك شكله تحفه. العربيه رياضيه بحت وشكلها من احلى العربيات اللي ممكن تشتريها في حياتك تقريبا. دلوقتي هنتكلم على البراكتيكاليتي او العمليه بتاعه العربيه، ومتلخصه بنسبه كبيره قوي في شنطه العربيه. شنطه العربيه فيها 3 اوبشنز انك انت تفتحها منهم. اول واحد المفتاح، اصعب واحد هو السنسور اللي بيبقى موجود تحت ده. تقدر تحط رجلك كده والعربيه تفتح. طبعا بقى لي ربع ساعه بحاول ومش راضي يفتح، فهنضطر ان احنا نفتحه من شنطه من المفتاح بكل سهوله. لو بصينا على شنطه العربيه، سعه التخزين في العربيه البي ام دبليو الاكس 6 هي 580 لتر، ودي مساحه كبيره قوي. كان ممكن تكبر طبعا لولا ميلان سحبه الكوب اللي احنا اتكلمنا عليها، ولكن طبعا عمليه جدا. ولو نيمت الكنب اللي ورا هتاخد سعه تخزين فوق ال 1500 لتر، وده رقم مهول، فتقدر تنقل كل اللي انت محتاجه. عندنا مخرج 12 فولت هنا، برضو مخرج كهرباء، والعربيه متبطنه بالكامل، فطبعا منتهى الشياكه. وعندك الهارد بلاستيك اللي بيبقى موجود عشان الحاجه تتزحلق. طبعا العربيه فيها ادابتيف سسبنشن، فلو انت جايبها على سبورت مود العربيه هتوطى شويه، لو جايبها على كومفورت هتعلى، وهكذا. دلوقتي هندخل على الانتيريور بتاع العربيه، وبصراحه انا في قمه السعاده. يعني دخلت سمارت انتري كده كده كمعظم العربيات، وبيبان شفت. وبصراحه العربيه من جوه يعني اول ملحوظه، ودي يمكن لاحظناها في الاكس 7 لما عملنا عليه ريفيو، كل حاجه في العربيه متبطنه الكانتارا. طبعا هتحس ان الهيد روم او المساحه بتاعه الراس اقصر بكتير قوي عشان العربيه مسحوبه، والعربيه رياضيه بشكل رهيب. يعني دي تقريبا اعنف صاحبه كوب انا شفتها في حياتي. لو اتكلمنا اول تفصيله وهنتكلم فيها كتير قوي، وهي الكرسي اللي احنا قاعدين عليه. كرسي طبعا جلد نفس كرسي الاكس 7 اللي احنا عملنا عليها ريفيو، نفس الديزاين بنفس كل حاجه. طبعا فيري فيري بريميوم، يعني حاجه تحفه وحاجه عاليه جدا. عندنا تطريز موجود في كل حته ولونه بني شيك جدا. الكرسي ده تسخين وتبريد ومساج وميموري وكهرباء وكل حاجه انت عايزها، يعني مفيش اوبشن كان ناقصه. ما شاء الله الكرسي فيه كل الاوبشنز ومريح جدا. وفي كمان فول بودي مساج، بمعنى انك انت بيتعمل لك مساج مش بس من ظهرك، كمان من بقيه الكرسي، الحته اللي انت قاعد عليها. وبصراحه احساسها غريب جدا يعني بامانه، بس تمام يعني اوبشن لذيذ. فبتبقى حاسس انك انت بيتعمل لك مساج من كل حته. يعني اظن الرساله وصلت. طيب عندنا كمان تفصيله، وهو الطاره ام. طبعا الطاره تحس فيه يعني احساس اسفنجي كده. الطاره جلد فيها ستيتشز موجوده باللون الاحمر والازرق اللي هو لون ام. وطبعا عندنا اللوجو بتاع ام برفورمانس موجود تحت. طاره بصراحه ما فيهاش حاجه مبهره قوي، هي شيك ولذيذه. انا كانت هتعجبني قوي بصراحه لو ابتدوا ينزلوها ستاندرد طاره الكانتارا، بيبقى شكلها روش قوي وشيك قوي. بس بصراحه دي برضو حلوه، مش معناها ان دي وحشه. وعندنا البادل شيفترز موجودين بطريقه شيك قوي. وعندنا الدور هاندل او الحته اللي بتشد منها الباب طبعا فيرم جدا وماسكه نفسها، ومعموله بجلد نفس الجلد اللي موجود في الكرسي. وتطريز برضو موجود هنا، وتطريز هنا، تطريز في كل حته. عندنا كربون فايبر حقيقي موجود في جنب الباب، وكربون فايبر في التابلو اللي في النص. طبعا التابلو اللي في النص كبير قوي، او الكونسول اللي في النص، وماسك نفسه البيلد كواليتي تمام. في تزييق خفيفه قوي بس تمام يعني ما تضايقش خالص. وعندنا ستيتشز او تطريز في الجناب كلها. المخدع موجود مش اطرى حاجه في الدنيا، ولكنه بصراحه حلو عملاق جدا. عندنا وحده التحكم بتاعت العربيه كلها موجوده في النص هنا. عندك تقفل التراكشن، وعندك المودز كلها دي اعتياديه جدا. بي ام دبليو عندها ستارت ستوب انجن في مكانه الطبيعي بالنسبه للبي ام دبليو، يا اما بيبقى هنا يا اما بيبقى هنا. وعندنا البكره اللي بتقدر تتحكم فيها في الانفوتينمنت سيستم بشكل كريستالي، شكله حلو قوي. والفتيس اتغير عن لما كنا عملنا ريفيو للاكس 7 الام 50، كان الفتيس بشكل كريستالي ومعمول عليه معمول عليه علامه اكس اللي هي اكس درايف. دلوقتي بقى في علامه كريستاليه كده، وبقى فتيس شيفت باي واير.
فشكله برضو لذيذ، وحرف البي لوحده، وعندنا الهاند بريك، عندك الاوتو هولد. فكل حاجه انت محتاجها يعتبر موجوده. عندنا الشورت كاتس بقى للانفوتينمنت سيستم المعروفه، الماب والهوم والميديا والتليفون والنافيجيشن. فكل الحاجات ديت موجوده عشان تبقى شورت كاتس للشاشه. التاتش اللي قدامك اوريدي. عندنا كربون فايبر بغزاره في التابلو، موجود كربون فايبر في كل حته. وعندنا امبيانت لايت بلوجو ام، شكله خرافي خرافي. العربيه طبعا مليانه امبيانت لايت، عندنا امبيانت لايت هنا، امبيانت لايت هناك، وغالبا امبيانت لايت برضو في الكنبه اللي ورا. التعليق الوحيد والحاجه اللي ممكن تكون سلبيه شويه في الانتيرير هي ميلان القوايم دوت، بيحجب الرؤيه بطريقه او باخرى لما تبقى باص هنا، انه واخد حيز كبير والقايم مش مايل ميله خفيفه. فدي حاجه بحس ان هي بتبقى بتضايقك شويه في السواقه، ولكنها طبعا مش معترض اطلاقا. ودلوقتي هنتكلم على الشاشات اللي قدامنا الديجيتال. عندنا العداد طبعا نقائه تحفه. عندنا العداد اللي قدامنا هو 12.3 انش. عندنا شاشه الانفوتينمنت سيستم هي 15 انش تقريبا، 14.9 للدقه. السكرينين لازقين في بعض، طبعا فيهم فاصل خفيف قوي، وجايين بشكل كيرفد كده، جايين ناحيه السواق. حاجات اللي بنشوفها عاده في العربيات الكورفات، لو تعرفوا برضو الكورفات السي 8 وكده، يبقى كل حاجه باصه للسواق. فدي جايه بس بميله خفيفه كده، فدي تفصيله لذيذه جدا. لو بصينا على لوحه التحكم اللي موجوده في جنب الباب، يعني بصراحه شيك جدا. الاعتياديه بتاعت بي ام دبليو، عندنا الاوكرا معموله من مش كربون فايبر، معموله من اللون الكروم. وعندنا فتحات الشنطه، تقدر تفتح الشنطه وتقفلها من عندك. تقدر تفعل المساج للكرسيين، وعندك الكراسي الميموري، وعندك وحده التحكم بتاعت المرايات والشبابيك بتاعت العربيه كلها. لو بصينا على التكييف، فتحات التكييف شكلها شيك جدا، مختلفه. يمكن دي اللي اتغيرت شويه عن مثلا الاكس 7 اللي احنا عملنا عليها قبل كده ريفيو. الاكس 6 شكلها مختلف تماما، وعشان اجدد برضو فشكلها جديد. يمكن انا مش اكتر حاجه حاببها، ولكنها شكلها برضو شيك. فيها تفصيله جلوس بلاك اللي هي مكمله، اللي فيها الامبيانت لايت بتاع الام، فحلو جدا. وشايف الكربون فايبر في كل حته قدامك، موضوع مريح جدا. لو فتحنا مكان التخزين اللي موجود تحت، عندنا 2 كاب هولدر تسخين وتبريد طبعا. وعندنا وايرلس تشارجر موجود ورا، ومخرج يو اس بي مش تايب سي. وعندنا مخرج 12 فولت برضو للكهرباء. في كل الحاجات دي بصراحه العربيه يعني يعتبر مش حاسس ان انت تقدر تقول انا كان نفسي ازود حاجه، يعني مش حاسس ان في حاجه ناقصه. عندنا مساحه تخزين يعتبر كبيره نسبيا هنا. شايف التاني ده ما فتحش ليه؟ عندنا مساحه تخزين موجوده هنا كبيره جدا برضو. وعندنا مخرج يو اس بي تايب سي طبعا، عشان ما كانش عندنا هنا. طبعا الانفوتينمنت سيستم هو الاي درايف. احنا عملنا يعني يعتبر ريفيو كامل لاي درايف في فيديو الاكس 1، لو حابين تدخلوا تشوفوا. في هنا اوبشنز زياده شويه ممكن نبقى نوريها لكم، فبتاعت تخص اكتر الكراسي والرفاهيه اللي موجوده في الكراسي. فالانفوتينمنت سيستم طبعا كويس جدا. وكمان تفاصيل زياده، عندنا برضو الحته اللي موجوده هنا نفس الاضاءه اللي كانت موجوده في الاكس 7 في اعلى عربيه في بي ام دبليو. الانوار طبعا شكلها خرافي، يعني بتحس ان الموضوع قلب 3 دي كده ولذيذ جدا. تقدر تفتح ديت لوحدها، وتقدر تفتح كله مع بعض. وطبعا عندنا فتحه السقف بتقدر تفتحها بكل سهوله من هنا، دي تفتح الشيد. وعندنا التانية ده تفتح لك البانوراميك سان روف، يدخل لك شمس. طبعا بيفتح نص بس. وطبعا هو مش جايب ميلان كبير، ومش جايب بانوراميك اللي هو واخد سقف العربيه كله، بسبب ان احنا العربيه فيها سحبه غشيمه شويه. فطبعا هيبقى صعب قوي ان هم يبقوا عاملين كل السقف ازاز. فمعمول يعني يعتبر سان روف نوعا ما كبير. واخيرا برضو مساحات التخزين، عندها مساحه تخزين مهوله يعتبر مقارنه بمساحات التخزين بتاعت العربيات اللي احنا عملنا عليها ريفيو. تقدر تحط برضو اي حاجه، وفيها امبيانت لايت خفيف. عندنا نفس الكلام الناحيه الثانيه، مساحه تخزين برضو مقبوله جدا، مساحتها كبيره، وتاخد يعني لغايه حتى ازازه ميه عملاقه وكبيره. ويعني بصراحه كل حاجه في العربيه سوفت تاتش وبريميوم كواليتي. العربيه طبعا يعني ولا نص كلمه، انت مش تقدر تعمل ابجريد في مصر نوعا ما عن العربيه ده في فئه الاكس 6. فبصراحه عربيه يعني تحفه كانتيرير. دلوقتي هنتكلم على الكنبه الخلفيه، وتفصيله احنا نسينا نقولها في الكراسي اللي قدام، وهو الحزام طبعا عليه تطريز او ستيتشز بتاعت ام، فحركه شيك جدا موجود قدام وورا. فبصراحه تفاصيل لذيذه جدا. طبعا الكنبه قعدتها انت بتبقى حاسس كده عامل يعني قاعده سكوات شويه، اللي هو انت نازل يعني نازل شويه فاهم بظهرك، ورجليك مرفوعه لفوق. فدي القعده يعني مش اكتر حاجه مريحه في الدنيا، ولكن الكنبه نفسها ككواليتي مريحه جدا. يعني نفس الماتيريالز اللي قدام، نفس الجلد، نفس الستitches، بنفس كل حاجه.
والباب يعتبر يعني كوبي بيست. هو عندنا برضو سماعات موجوده تحت، عندك كربون فايبر موجود ورا، وعندك امبيانت لايت ونفس المقبض نفس الاوكرا نفس السماعات، نفس الكانتارا اللي موجوده قدام طبعا مكمله كده كده في السقف كله وفي كل حته. الكانتارا ده في منتهى الشياكه بجد. انا يعني مش مستوعب ليه كل العربيات اللوكسجري ما بقاش فيها جزئيه الكانتارا ده. فبصراحه كل ده تمام. الهيد روم لو بصينا عليه عشان سحبه الكوب اللي قلنا اللي هي الاعنف في التاريخ تقريبا، مساحه الراس مقبوله جدا جدا، وانا قاعد انا مستريح ومش حاسس ان انا قريب. يمكن لو جيت هنا شويه هتحس كده قربت اكتر لان الحته ديت نازله، ولكن تمام. عندك الشيد عشان الشمس، غير ان الازاز اوريدي معمول له تنت خفيف فبيحميك من الشمس، والازاز جايب ميل عشان برضو سحبه الكوب اللي احنا اتكلمنا عليها. وعندنا الكاب هولدر او المخدع اللي بيبقى في النص اللي بيبقى فيه الكاب هولدر. لو اتكلمنا على المخدع نفسه يعني طري نسبيا، مش اكتر حاجه اسفنجيه. حسيت ان كان في حاجات برضو اسفنجيه اكتر من كده. الكاب هولدر بيفتح بطريقه روشه جدا. اكيد طبعا مفيش تسخين وتبريد عشان احنا قاعدين ورا، فالكاب هولدر بيوفي بالغرض جدا. والمخدع لذيذ. عندنا وحده التحكم بتاعت التكييف معموله بفريم جلوس بلاك حواليها او بيانو بلاك، شكله شيك جدا. وعندنا وحده تحكم تكييف ديجيتال منفصله شكلها تحفه، ومساحه تخزين موجوده قدامك برضو في منتهى الشياكه، مش متبطنه من جوه ولكنها معموله بماتيريال كويس قوي ويعني لذيذ جدا. فكل حاجه حتى كلاج سبيس او كمساحه رجلين كبيره جدا ومريحه، يعني بغض النظر عن وضع القعده بس، ولكن غير كده تقدر تمد رجلك لقدام شويتين كمان. عندنا نفق الفتيس يعتبر لا يذكر، عالي حاجه بسيطه جدا، فتقدر تاخد 3 اشخاص لان العربيه عريضه، فتقدر تاخد 3 اشخاص بكل اريحيه ورا. كمان تفصيله نسينا نقولها ان في مساحه تخزين هنا موجوده يعني بشكل مقبول جدا ولذيذه، بس هي مش غويطه. يمكن دي حاجه احنا ما قلناهاش، وده اللي مخلي المخدع مش اكتر حاجه اسفنجيه زي ما احنا متعودين. وكمان تفصيله وهي الانوار اللي موجوده، طبعا انوار شكلها شيك جدا ولذيذه، ولكنها ريدنج لايت نوعا ما، برضو بتقدر انك انت تنورها كلها مره واحده او تختار واحده منها، فانوار خفيفه ولذيذه جدا. وعندنا جزئيه موجوده قدام هنا، عندك مخرج تايب سي، وعندك المكان اللي بيتحط فيه السكرين. فالعربيه فيها كل الاوبشنز اللي انت حتى لو حابب تابجريد او تزود حاجه، الموضوع مهيأ جدا وجاهز جدا. وزي ما اتكلمنا اوريكم التفاصيل الزياده اللي موجوده في الاي درايف. ده الاي درايف العادي زي ما قلنا في فيديو الاكس 1 شرحناه بشكل اكتر. عندنا برضو اوبشن الدرايفر سيت اللي هو الكرسي اللي انا قاعد عليه، عندك تبتدي المساج للكرسي، فبرضو عندك كل ده اوبشنز لوضعيات المساج. فلو انا مثلا انا مختار الهول بودي، فممكن نختار بيوريك طبعا ديسبلاي انت المساج هيبقى عامل ازاي. انا طبعا عاجبني جدا موضوع الهول بودي ده فتمام. عندنا برضو موضوع التسخين والتبريد بيبقى بكل بساطة انك انت بتختار السيت كلايمت، وساعتها عندنا ان احنا نسقع الكرسيين. طبعا درجة الحرارة يعني حر جدا، فعشان كده احنا مسخنين. وعندنا برضو التارة بتبقى تبريد، فنقدر ان احنا، بس طبعا ده جنان في الجو اللي احنا فيه ده فهنقفلها. عندنا تسخين وتبريد لكرسي السواق والكرسي اللي جنبه. ودلوقتي هندخل على التست درايف، المرحلة الأمتع والأحلى والألذ. طبعا احنا معلومه برضو محتاجين نقولها ان العربيه ديت اكيد فيها 3 وضعيات بتوع القياده بتوع بي ام دبليو: ايكو برو، كومفورت، وسبورت. دلوقتي سايقين على كومفورت، وعندنا هيد اب ديسبلاي، الاختراع اللي انا بحبه جدا. هيد اب ديسبلاي بتبقى شايف العداد من غير ما تنزل عينك عشان تبص على العداد، بيبقى موجود جزء من الطريق، فدي حاجه كويسه جدا. تعالوا نشوف السسبنشن بتاع العربيه، لان احنا قلنا هي ادابتيف سسبنشن. معنى ادابتيف سسبنشن يعني ايه؟ يعني انت بتحطها على وضعيه قياده معينه، السسبنشن او تعليق العربيه بيتغير. يعني لو غيرناها لسبورت العربيه توصل تحت، لو وديناها على كومفورت ساعتها العربيه ترجع تعلى تاني. فدي بصراحه حاجه لذيذه جدا. واكيد على سبورت بيبقى العفشه بتنشف والتعليق بيبقى انشف واحسن. فالعربيه في الملفات بصراحه تحفه. لو اتكلمنا على الدريكسيون كتقل او عجله القياده، خفيفه جدا، اخف ما يكون. تحس انك انت يعني سايق عربيه يعني اكس 1 مثلا كوزن، يعني رغم ان العربيه دي تقيله بطريقه رهيبه بسبب كمان التكنولوجيا الموجوده كتير قوي. الحاجات دي بتوزن، عشان كده بتبقاش موجوده في العربيات الرياضيه. يعني لو اتكلمنا مثلا على المساج وتسخين وتبريد وكل الحاجات دي، الرفاهيات دي ما بتبقاش موجوده خالص. يعني يمكن في سبورتس كار اصلا ساعات ما بيبقاش فيها تكييف، بس دي بتبقى تراك كارز اكتر، اللي هي بتبقى نازله عشان تبقى للتراك، عشان بيحاولوا يخففوا الوزن قدر الامكان. هنبتدي دلوقتي ندوس على الكومفورت مود شويه. طبعا عارفين الايكونيك ساوند بتاع السبيكرز بتاعت بي ام دبليو. العربيه ده 8 سلندر، فاي حاجه هتطلع منها تتوقعها وتصدقها عادي. ابتدينا ندوس على كومفورت، ابتديت اسمع شويه من صوت الموتور
بس حاجه خفيفه جدا. عزل العربيه هايل، وحتى الصوت اللي هو عاده بيبقى جاي من جنب المرايات شبه مش موجود، فعزل العربيه كويس جدا. يعني العربيه طبعا في الملفات سموث جدا. انا بقى متحمس قوي اشوفها في الملفات او في الحتت اللي هي نوعا ما فيها انعواج شويه، عشان نشوف على السبورت مود هتبقى برضو ماسكه نفسها واحسن ولا على كومفورت اكتر. بس انا متوقع على سبورت طبعا. فالعربيه من جوه في منتهى الحلاوه بصراحه. احنا سوقنا على الوضع اللي هو الكومفورت، وطبعا انا بالنسبه لي ما عنديش اي تعليق. يعني هو كومفورت اسم على مسمى، موضوع مريح جدا، مفيش اي مشكله في عزل الكابينه فوق الوصف. الصوت الوحيد اللي انا سامعه بس هو صوت المساج والتبريد اللي موجود في الكرسي اللي انا المفروض مشغله، تحفه بصراحه. يعني اريح ما يكون كسفر، كعربيه عيله، كحتى جري. نبتدي دلوقتي ناكتيفيت بقى السبورت، تشوف ايه الدنيا. تسمع صوت الاكزوست، انا سامع دلوقتي صوت السسبنشن والعربيه بتوطى تمام، وعندنا الطاره بتبقى اتقل نسبيا، وطبعا سسبنشن احسن بكتير قوي. فدلوقتي هنبتدي ندوس شويه ونسمع صوت ال V8 4400 سي سي يا جماعه، برضو باور خيالي ما شاء الله. دلوقتي ابتديت اسمع صوت اكتر الموتور طبعا دخل جوه الكابينه، ممكن يكون ده عشان السبيكرز، ولكن برضو الموتور 8 سلندر. العربيه دلوقتي احنا في ملف طبعا واخده الملف احسن بكتير قوي من الكومفورت، على سرعه اعلى، فدي حاجه كويسه جدا. بصراحه ابتديت اسمع شويه العزل ما بقاش احسن حاجه لما ابتدينا نعلى بالسرعه، علينا شويتين 3 بالسرعه. فهنكمل. احنا ما سمعناش كلاكس العربيه برضو، في حد بصراحه يعني محتاجين نكلكس له. طبعا بسبب العزل بتحس ان صوت الكلاكس واطي جوه الكابينه. نبتدي ندوس اكتر. اوف ما شاء الله ما شاء الله. عربيه على سبورت مود قصه تانية. بس رغم الايروداينامكس ورغم كل حاجه، انا ما اعرفش ليه انا سامع صوت العزل على السرعات العاليه قوي، العاليه المبالغ فيها. بحس ان هو في يعني مش احسن حاجه بصراحه. انا ما حسيتش الموضوع ده في البي ام دبليو الاكس 7، بس هنا انا حاسس بمشكله. ممكن احنا فاتحين شباك مثلا او حاجه، بس لا، والسقف مقفول، كل حاجه مقفوله، بس حاسس الصوت العزل مش احلى حاجه. رغم العربيه يعني هول ايروداينامكس، يعني تقريبا احسن سحبه كوب ممكن تشوفها في حياتك. دلوقتي هندخل على امتع واحلى واجمل فقره في الفيديو كله، وهو اللونش كنترول. هنقفل التكييف تمام. عندنا زرار التراكشن هنا، هنقفل التراكشن خالص نخليه اوف. دلوقتي هنبتدي نرف ونشوف. دلوقتي هنطلع بالعربيه 530 هورس باور و700 و750 نيوتن متر، ده انا شايفين، و4400 سي سي. فيلا بينا. ما شاء الله ما شاء الله. النقلات هي بتدب، هي مش نقلات عاديه. ما شاء الله. والفرامل استجابتها يعني فرامل ام يا جماعه برضو. يعني بصراحه انا كنت مطمن جدا وانا بدوس فرامل. ابتدي ندوس اكتر واكتر. لا 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 لا. مين محتاج تكييف دلوقتي بجد؟ لا 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 ما شاء الله، الله اكبر. ايه ده بجد. احنا محتاجين نبتدي نسوق. انا ما اعرفش لو انا فتحت الشباك الصوت طبعا هيبقى صعب جدا، بس انا كنت عايز الناس تسمع، لان العزل ظالم صوت الموتور. انا سامع صوت الموتور هو عالي بطريقه مبالغ فيها. يمكن العربيه على سبورت مود يعني صوت الموتور مظلوم بسبب ان احنا قاعدين جوه، فطبعا في عزل كويس قوي. فهنفتح الشباك وهرف كده ونسمع صوت الموتور مع بعض من بره. هو بجد في شويه بكبكه كده من ورا. ما شاء الله. لا ما شاء الله. انا حاسس ان انا بصراحه لونش كنترول واحد مش كفايه. احنا هنعمل لونش كنترول تاني، المره دي هيبقى مختلف. هنعمل لونش كنترول مانيوال، يعني دي يعتبر اول مره اعملها على الشانل. هنروح بس لطريق طويل كده شويه. نعمل لونش كنترول مانيوال، وانا اللي هبقى بتحكم في النقلات من البادل شيفترز اللي موجودين هنا. دلوقتي هنبدا باللونش كنترول المانيوال، اللي هو يبقى المفروض مختلف نسبيا. احنا جبنا العربيه على
سبورت مود وقفلنا التكييف وقفلنا كل حاجه، فيلا بينا. النقلات يا جدعان مش طبيعيه ما شاء الله. اوف لا 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 ايه ده؟ لا لا ده حرفيا يعني انا مش مستوعب بصراحه يعني. لا 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 يا جماعه، يعني الناس محتاجه تبقى قاعده معانا في العربيه عشان تشوف الهبل اللي بيحصل ده. العربيه بصراحه انت بتحس كده روحك بتتسحب منك، انت ما بتطلعش عادي. 750 نيوتن متر ده جنان، ده حرفيا انت خلاص انت يعني تكه وتدخل في ليفل عربيات النقل، نفس التورك بتاعهم او نفس العزم بتاعهم. فبصراحه انا ما عنديش اي كومنت على اللونش كنترول. يعني بصوا انتوا على الفيديو وعلى شكل العربيه وهي بتطلع واحكموا انتوا بنفسكم. دلوقتي هندخل على الاوترو بتاعت الفيديو. تعالوا نتكلم على الكومبيتيتورز سريعا. انا بالنسبه لي الكومبيتيتورز، العربيه ما لهاش كومبيتيتورز كتير قوي في السوق المصري، يعني خلينا نتكلم على اهمهم. RS-Q8 اللي هي ما فيش منها في مصر غير مثلا ايه 2 3 مثلا، مش حاسس ان في كتير خالص. عندنا برضو كومبيتيتور تاني وهو المفروض يكون من مرسيدس ولكنه مش موجود في مصر خالص، اللي هو GLE 63 الكوبيه، مش موجوده خالص. فدي برضو عربيه تانية. عندنا العربيه الثالثه هي البورشه كيان GTS. بصراحه اختيار صعب، ربنا يكون في عونك لو انت بتفكر تشتري حاجه من الثلاثه. بس يعني بصراحه البي ام برضو تجربه مختلفه، فرامل، اكسلريشن، كل حاجه لا دنيا تانية. انا شخصيا لو قدامي الاوبشن، انا بحب الكيو 8 بطريقه جنونيه، فحاسس ان انا هميل اكتر للار اس كيو 8. وعندنا برضو منافس بس هو يمكن شاطح شويه كبرايس بصراحه، واللامبرجيني يوروس. عارف الموضوع كارثي بصراحه، فرق تقريبا دبل او اكتر، بس ما علينا. دي كانت كل حاجه. انا رايي في العربيه ان هي تحفه، مفيش بس غير الرير ميرور فيو دوت صعب قوي، الرؤيه من ورا صعبه جدا، وموضوع القوايم ده هي اللي كان مضايقني. دول اكتر حاجتين مضايقني. زي ما اتكلمنا حاجات قليله قوي اللي ضايقتني هو موضوع القوايم، وعندنا موضوع الفيو بتاع الازاز اللي ورا. بقيه العربيه بالنسبه لي تحفه، مش حاسس ان في حاجه تانية اقدر اعدلها. فدي كانت كل حاجه. انتوا كنتوا في ريف لاين وانا كنت محمد الزيات، وده اكيد مش اخر فيديو. قلنا رايكم في الكومنتس وسلام.